مرحبا بكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة، وراح نغوص في هذا الفيديو داخل أعماق البحر الأحمر، بالتحديد المكان المسمى محمية رأس محمد. وراح نغوص مع الأسماك والشعاب المرجانية، حيث تعد هذه المنطقة من أجمل الأماكن لتجمع الشعاب المرجانية، حيث هذه الرحلة بسعر $30 أي 800 ألف دينار جزائري، شاملة النقل من الفندق المتواجد فيه، وشاملة أيضا وجبة الغداء. تنطلق الرحلة من الساعة 8 صباحا إلى غاية 5 مساء. لبسنا لبس الغطس، نغطسوا بركة. الناس راهي تعوم. انا سمعت انت جزائري اخويا، جزائري، انا عايش في الجزائر اخويا والله اللي زوم حبيبي. شكرا. حمس باش نغطس، قلت لها هابطين متراج اللي تقدر عليهم ماكسيموم يديروا 10 مترات، انا قلت لها هابطين حتى 20 ولا 5. وهنا قام صديقي محمد البصال بتجهيز لي معدات الغطس وبداية الغطس مع المدرب ورحمة. تكون تجربة الغوص جد رائعة، خاصة في مثل هذه الأماكن، حيث تغوص بين الشعاب المرجانية والأسماك الملونة في منظر جد رائع. تعمقنا أكثر نحو الأسفل لاستكشاف ماذا يخفيه البحر الأحمر، لمشاهدة الأسماك المتخفية ولرؤية إبداع الخالق. Maman non. Toi? Bien sûr. Bien. T'es صحة. Ça c'est bien. Ça passe très 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 bien. والله الحمد لله. عادي عادي. بس رجينا مش مرة هبطنا حتى القاع. هذا انا ممكن انا اول شخص ما تعبت. انت جميل. ها؟ انت جميل. وريهم شو لقينا تحت. شو لقينا. يلا نبيعهم. مش ذهب. لا بضحك معك. بقولك كملنا الغطس تاعنا، كنا طلعنا الباطو، سا باس تري 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 بيان والله الحمد لله. والله هبطت لتحت خلاص، وحدك فايت قريب 30 متر عفسه كما هكذا، ونهبطنا حتى القسط حتى القاع، شفنا المرجان، دخلنا في الكهف ويتو، والله سا باس تري بيان. الناس راهي تعوم. لا كاين مازال عاد يزيد يعقب باش يغطسوا. انا من لهنا باش نزيدو دوكا نروحو الجزيرة البيضاء. ورانا درك رانا في الجزيرة البيضاء، مكان جد رائع والله. كملنا من الغطس وكل شيء، بعد رانا نذكركم اسم مكان الغطس، ودرك رانا في مكان اسمه الجزيرة البيضاء. الجزيرة البيضاء هذه ودرك احنا رانا في وسط البحر،
كاين واحد جزيره صغيره تقدر حتى تروح لها مشي. تخيلوا خاطر في وسط البحر وهي جزيره صغيره خلاص على الاخر. اروح معايا نعتها لكم. ورا المركب هذا شوفوا الناس راهم يمشيو. شوفوا الماء اللي هنا كيفاش راه الماء. شوف الماء كيفاش راه لهنا. شوفوا ما شاء الله خوتي. شوفوا انا الناس يتعوم هم رايحين الجزيره البيضاء. هذو كامله رايحين الجزيره البيضاء. شوفوا خوتي ما شاء الله بلاصه مش نورمال. شوفوا اللي هي صحراء وهنايا شوفوا الماء كيفاش راه واللي هي الناس تروح تمشي. صبر دقيقه نروح حتى لتحت. مو خوتي لحقنا الجزيرة البيضاء هاي وراهي. شوفوا الناس ايش رايحين فيها. والله في وسط البحر الناس تقدر تعوم شوية هنا من بعد يقدروا يمشوا حتى يلحقوا البلاصة هذيك. شوفوا وراها انا مش رانا هابط معهم باسكو عيان عندي شوية عندي فول باش ندخل نروح القاهرة عاود نرجع القاهرة. شوف الماء كيفاش راه. شوف الماء مش نورمال ازرق لواحد الدرجة. شوفوا لنا البابا شحال راهم. شوفوا البابا قداش كان واحد. هيك شوف شوف شحال كان الواحد. ونشوفوا الناس رايقة ورايته. شوف بنية فريزر قال لنا ما شاء الله. كون جزيرة صغيرة جاية في وسط البحر هاي وراهي. شوف غاشي يديروا فيها. اسمها الجزيرة البيضاء هذا المكان ما ولاش بيضاء. دحين كان جات فارغة ما فيهاش عباد ولا قالوا بيضاء. شوفوا هذم كامل سائحين يجوا على جال غير هذا المكان باش يروحوا الجزيرة البيضاء. حبيت نجي البلاصة هذه ونروح لها فاني تعبان كما نقولوا. كما قلت لكم عندي طيارة حتى القاهرة شوية كم بعد نروح. انا ريبوزي شوية نطلع راح نرقد. لا غاشي كامل دوكا مهبطوا. شوف الماء كفاره. شوف الماء كيفاش راه. لا مرحبا يقول لي اهبط يا خويا ما هبط. شوف الماء خالد. شوف الماء. شوفوا دوكا كامل يدوروا يستاسيوني وحده بعضهم كيما هذا وجاي يستاسيوني لهنا عندنا. شوفوا كيبقى يدور حتى يجي لهنا. وجا شفتوا كيفاش كامل يدوروا حتى يجي هنا. شوف كيفاه كامل يستاسيون هنا. الناس يتعوم هنا. شوفوا ليه وجا لانه كيستاسيوني هنا وزيد يهبطوا الناس اللي فيه يروحوا الجزيرة البيضاء. والله البلاصة ما شاء الله صافي غرون بليزير. مصر عالم اخر سهل الزيارة. هذا اخر يوم لي في مصر. درك شوية راه عندي طيارة الى القاهرة العودة للقاهرة ومن القاهرة الى الجزائر. ويلكم باك تو الجيريا. هنا انتهت رحلتنا في محمية رأس محمد والجزيرة البيضاء. لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك وترك رأيكم في التعليقات. شكرا.